السلام عليكم. اوعي تتعبي نفسك تاني في تنظيف الكرشة والممبار. جالي 2 كيلو كرشة و2 كيلو ممبار على سهوة كده، يعني اتدبست فيهم. بس بصراحة فرحت قوي عشان احنا كان نفسنا فيهم، احنا ولا عيد كبير ولا حاجة. بس احنا بناكلها كده مراية او مرتين في السنة كده، يعني بعد العيد الكبير. هنضف اول حاجة الكرشة، لان الكرشة بتتنضف الاول، الممبار ممكن يستنى شوية. حطيت حلة على النار وحطيت فيها قرصين اسبرين، ممكن تحطوا كربوناتو وممكن تحطوا بيكنج باودر، انا بحب الاسبرين بيملطها بسرعة. وبعد كده هفضي بقى الكرشة على صينية حلوة واسعة كده. بصوا الكرشة انا ما عملتش فيها اي حاجة، لسه مفضياها من الكيس. هاخدها شطفة بس تحت الحنفية، مش هغسلها ولا اي حاجة دلوقتي ولا اعمل فيها اي حاجة. هشطفها بس شطفة، ومش هشيل الدهن اللي ورا ولا هعمل فيها اي حاجة. وبعد كده هقطعها. تمام، هقطعها حتت صغيرة علشان احطها في الحلة ابقى ملكاها كده وانا بنضفها. بصوا قطعتها بقى ايه بعد ما شطفتها. قطعتها كده ايه حتت كده، تكون ولا صغيرة ولا كبيرة. الحلة نملت، يعني مش غليت، لا بصوا منمله من تحت ازاي، والقرصين الريفو دابوا. هسقط فيها بقى الكرشه، يعني تقليبه بس كده، يعني رايح جاي كده لمده ثواني واطلعها. بصوا بقى بتتملت ازاي، سهله جدا جدا. قرصين الريفو دول يعني بصراحة سحر يعني. بس المهم المية ما تكونش بتغلي، وكمان ما تحطهاش كتير. بصوا كمان بتطلع في ايدي كده. وطبعا برضو اللي مسهل عليا عشان خاطر المصداقية والأمانة إن الحاجة صابحة، يعني الحاجة بالظبط كده، يعني لسه سخنة، كانت جايالي لسه طازة. تمام، بصوا نطفت بسرعة ازاي، برضو مش هشيل الحاجات اللي ورا. دي بتبقى اخر حاجة. اوعوا وانتوا بتنضفوا الكرشة كده من قدام تروحوا ايه واخدين الدهن ولا منضفينها من ورا، لا سيبوها، ده هيبقى كفر. كمان هحط الحتة التانية اللي هي اسمها خلية النحل كده، دي اللي في الكرشة دي بتبقى صعبة. بس بصوا بتتنضف برضو بسرعة ازاي، بسرعة بسرعة بسرعة، كله عمال بيطلع من قرصين الريفو بصراحة. شايفين؟ بقت زي القشطة اهي، ولسه برضو ايه، برضو مش هشيل اي حاجة من ورا. كل الكلام ده ما خدش معايا ربع ساعة. خلاص كده انا نضفت الكرشة كلها، الكمية يعني كلها. واذا كان فيها حاجة لسه كده ممكن اخدها بايدي، يعني السكينة مش طايلها، خصوصا اللي هي خلية النحل دي، ممكن اخدها بايدي كده بتنضف. بصوا بتطلع على طول، لانها بتبقى غويطة شوية، يعني بتبقى مستخبية، الحاجات السوداء دي بتبقى مستخبية فيها، ممكن السكينة ما تجيبهاش. بصوا بقى دلوقتي ممكن اشيل اللي ورا. خلاص انا نضفت خلاص كله اهي، كلها خلاص نطفت. ممكن بقى اشيل بقى الطبقة اللي ورا كده، عشان دي اخر مرحله في التنظيف من قدام. اخد بقى وهي الكرشه الحمد لله المره دي نضيفه، ما فيهاش دهون كتير ولا حاجه من ورا. خلاص بقى ايه، هي كده بقت زي الفل. خدتها شطفه تحت الحنفيه، وبعدين حطيت دقيق وحطيت خل. انا بحط على الكرشه خل مش ليمون، لان الكرشه إيه مش يعني ايه تستحمل الخل، مش هتبوش ولا هتتهري ولا اي حاجه. وحطيت شويه ملح، وابتدي ادعكها كده واسيبها يعني ربع ساعه ولا حاجه. بصوا اذا كان فيها لسه اي حاجة بتطلع، وبيروح منها اي ريحة زفارة وكل حاجة. دلوقتي بقى غسلتها خلاص وحطيتها في مصفى الصفة، وبصوا بقيت قشطة. تمام التمام. تعملوها دلوقتي، ممكن تفرزوها زي ما انتوا عايزين. المهم ان الكرشة اذا انتوا هتفرزوها لازم تتشال نضيفة كده. نيجي بقى للممبار. يا لهوي بقى على الممبار، انا اكتشفت طريقة دلوقتي كنت بتفرج عليها بس عمري ما جربتها. اكتشفت طريقة لو عندنا فعلا 10 كيلو ممبار يعني هينضفوا في ثانية. انا قضيت عمري بعمله يعني غلط كده، وتعبت نفسي كتير قوي طول حياتي مع الممبار ده، وتري ممكن يتنضف في ثانية. بصوا بقى انا هشيل طبقة الدهن اللي هي بتبقى فيه دي. في ناس بتعمل بتخلي الدهن، بس لا انا ما بحبش يكون فيه دهون كتير. بصوا الحتة دي اسمها الكردان، بيبقى كله مشبك في بعضه كده. دي بقى حتى اللي بيحب الدهن لازم يشيل الدهن، عشان الممبار بيبقى شابك فيها، لازم يتسلك. والحتة اللي فيها الكردان دي اللي هي اسمها الكردان بتبقى احلى حته في الممبار. طلعت بقى دلوقتي الدهون اللي في الممبار، وهبتدي بقى ايه اشتغل فيه. في الاول هشتغل فيه بالطريقه بتاعتي العاديه. بصوا انا بقلب الممبار بظهر المعلقه كده.
تمام. بقطعه يعني مثلا ايه، اقطعه حتت تكون متوسطه كده عشان اعرف اتحكم فيه، ما يبقاش كله كده كبير. وبعدين اقلبه. بصوا بقلبه ازاي، بصوا سهل جدا جدا. وبعد كده بقى ايه، اقطعه بقى على قد القطعه اللي انا بحبها. ودلوقتي ايه، انا بقى هنضفه بالطريقه بتاعتي المعتاده، اللي هي بروح واخداه كده على الصينيه وبالسكينه. انا ما بعترفش غير بالطريقه دي. اي طريقه انا شفتها على النت انا بصراحه ما بعترفش بيها، ما اعترفش ان هو نضف كده الا اذا ان انا خدته وكحته كده بالسكينه. سكينه ما تكونش حاميه، تكون بارده عشان ما تقطعوش. هي دي الطريقه اللي انا معتمداها طول حياتي مهما اتفرجت على فيديوهات. تمام. بصوا بقى، حطيت بقى ميه فيها عشان اوريكم. بصوا الطريقه بتطلعوا قشطه كده من جوه، وهي دي الطريقه اللي انا دايما بحبها. هنعمل بقى ايه، واحده تانية برضو نقلبه كده. وهبتدي برضو اشتغل فيها اني انا ايه اعمله بالسكينه. وانا بقى بشتغل فيه بالسكينه نطت في دماغي فكره انا كنت شفتها على النت. قلت طب ليه لا، طب ما اجرب في حته صغيره كده لما اشوف الكلام. يعني والله انا ما كنت فاكره خالص الكلام ده الا وانا بعمل. قلت طب ما اجرب في اي حاجه كده، حتتين تلاتة كده، واجرب الكلام اللي هم بيقولوا عليه هل هيطلع صح ولا غلط. هعملها دلوقتي قدامكم وهنشوف الكلام ده طلع صح ولا غلط. خدت شويه ممبار ورحت حاطه عليهم شويه ملح وعصرت عليهم ليمونه. يعني بصوا واخده كميه بسيطه وقطعته، لان ايه، انا دلوقتي هحطه في الكبه لما قالوا هننضف الممبار في الكبه. فقطعته حتت صغيره. شايفين الحته دي بتاع البلاستيك دي اللي في الكبه، سكينه البلاستيك، اتاريها بقى محطوطه فعلا علشان الحاجات اللي هي زي دي. وانا ما كنتش اعرف وكنت بقول ده بكش والكلام ده. فقلت والله لا انا مجربه واشوفها عملي كده. حطيت بقى الممبار قطعته، لان هو لو اتحط سليم يعني طويل ممكن يلف عليها ومش هينفع. فانا قطعته وحطيته بقى في الكبه. ولما نشوف، قعدت بقى اتفرج عليها. بصوا عمال يطلع ازاي. انا ما كنتش مصدقه نفسي، بس برضو لسه مش مقتنعه، لسه معرفش الدنيا ايه. والله يعني ايه، بفتح الكبه كده وبقول يا رب بجد الكلام ده يطلع صحيح. طلعت كده حته وبشوفها، لقيتها ماشي الحال. ماشي الحال. قلت لا برضه اتاكد، اروح اغسلها واملاها ميه كده وابص فيها واشوفها زي ما انا عملت بالسكينه ولا لا. بصوا يا سعادتي يا فرحتي، طلعت. بصوا طلعت زي اللي انا عملتها بالسكينه وما خدتش ثانيه. ثانيه هعمل بقى الكميه كلها وانا مزقططه وفرحانه ومش مصدقه نفسي. عملت الكميه كلها. بصوا الميه بتاعتها طالعه عامله ازاي، نضيفه ازاي. انا ضيعت عمري يا جماعه اني انا بنضف في الممبار. الوقفة ووجع الظهر والوقفة اللي نفضل واقفينها نكحت ونقف على الحوض. بصراحة الحكاية دي اختراع، وربنا يبارك للي اكتشفت الحكاية دي. حطيت بقى عليه ليمون، وحطيت عليه شوية خل، وهسيبهم بقى شوية كده يتنقعوا. طبعا احنا ما بنحطش خل، سوري، احنا حطينا، لا حطيت ليمون وحطيت شوية ملح. ما نحطش خل ابدا، الخل بيخلي الممبار يتهري ويفرقع في الحلة. هسيبهم بس شوية كده ياخد من ريحة الليمون. وبعد كده ارجع اقلبه تاني. انا ما بحبش اعمله على الناحية اللي هي فيها الدهون، لا بعد ما بقلبه وانضفه برجع ايه ارجعه تاني زي ما كان. برضو بالمعلقة، المعلقة بتسهل كويس قوي. وبعد كده تكون جنبي كده طبق ولا بوله وفيها ميه، واحط فيها الممبار. اوعوا تسيبوا الممبار من غير ميه ابدا، الممبار ممكن ينشف وخلاص بيبقى زي البلاستيك وممكن يترمي. في كل مرحله في تنظيف الممبار لازم يبقى جنبكم حاجه فيها ميه. بصوا بسهوله ازاي برجعه زي ما كان، عشان ابتدي بقى اشتغل فيه اذا كنت هحشيه دلوقتي او هسيبه يتفرز. والطريقة دي حلوة جدا وعن تجربة. ان شاء الله اكون افدتكم بحاجة والفيديو عجبكم. والسلام عليكم وباي باي.